من شخص خسر امه وابوه، كان بقاع الفقر، كان عضو بعصابه من عصابات نيويورك ومدمن للممنوعات، الى واحد من ايقونات عالم الملاكمه وعالم الرياضه بشكل عام، وشخص يمتلك ثروه جدا كبيره ومثال يحتذى به الى يومنا هذا. ركزوا لي على كلمه يحتذى به على اساس مثقف يعني وكذا. وما انتهت القصة هنا وبس، بعد ما صار مايك تايسون بالقمة رجع مرة ثانية للقاع، وبعد ما كان واحد من أثرى أثرياء العالم صار شخص مديون يا أخوان. شلون؟ كيف شخص انتقل من القاع إلى القمة وسقط مرة ثانية من القمة إلى القاع؟ كل هذا وأكثر راح نعرفه بفيديو اليوم. فيديو اليوم يا أخوان راح يكون عن قصة مايك تايسون من البداية إلى نهاية حياته، أو بعد ما ميت، ما أعرف شلون إلى نهاية حياته. عزيزي المتابع، سواء أنت مهتم لعالم الملاكمة أو لا، قصة مايك تايسون راح تستمتع بيها لأنها واحدة من أفضل قصص النجاح اللي ممكن تسمعها بحياتك. قصة مليئة بالأحداث يا رجل. خلونا نبدأ.